بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد المصري من موقع المصري معلوميات. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح اليوم هيكون بيتكلم عن برنامج بيتيح لك ان انت لو عندك ملفات عاوز تخفيها، بتخفيها بس بالنيابة عن كلمة سر بتدخلها للبرنامج، ولا يمكن لأي أحد من الأشخاص إن هو يدخل على الملفات ديت ويستكشفها طول ما هو معهوش كلمة السر. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه إلى تحميل البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما عليك هتنزل أسفل الفيديو هتلاقيني حاطط لك رابط في الوصف، لكن أنا هاخد الرابط نسخ وأروح على المتصفح. فهتلاقي صفحة التحميل اهيت. لتحميل البرنامج هتضغط هنا لتنزيل الملف. هتضغط هنا لبدء التحميل، والبرنامج بيحمل معانا اهوت، لكن انا هفصل التحميل عشان انا محمله قبل كده. بعد ما التحميل يخلص عندك هينتج لك ملف مضغوط زي كده وين رار. هتتك كليك يمين واستخراجه هنا. في النهاية هينتج لك فولدر زي ده كده. هنفتح الفولدر. البرنامج اهوت. لتسطيب البرنامج هتتك دبل كليك عليه، وهتتك يس او نعم. دلوقتي فيست بيحلل لنا البرنامج عشان يفحص على فيروس ولا حاجة، فهو بيحلل اهوت، فلا امن مفيهوش فيروس ولا اي حاجة. فكل ما علينا الان نتك هنا. عندك لغات تانية اهيت حسب ما تختار انت، فانا هختار الانجليزية واتك اوكي. هنتك نيكست، وهنحط العلامة فوق هنا كده، وهنتك نيكست. بعد ما سطب البرنامج هيفتح لنا نافذة زي ديت كده. ديت هتملى الخانة الأولانية الباسورد اللي أنت عاوزه تقفل بيه الملف اللي أنت هتحب تقفل بيه الباسورد. فأنا مثلا على سبيل المثال هكتب الباسورد أهوت، وهتعيد كتابة الباسورد في النافذة اللي تحت دي برضو، وهتتك أوكي. بعد كده زي ما انتم شايفين فتح لنا نافذة جديدة اهيت. كل ما عليك الآن مثلا لفولدر أنت عاوز تقفله. مثلا على سبيل المثال أنا هعمل فولدر على سطح المكتب أهوت، ماشي أهوت. هتيجي هنا الأول خيار هنا، ومثلا على سطح المكتب هنتك نيو فولدر اللي هو الفولدر اللي هنا دوت اهوت. هنتك نيو فولدر ونتك اوكي. هنا لو حبيت تقفله، وهنا لو حبيت تفتح الملف تاني، يعني مثلا نحدد عليه كده، هنحدد عليه كده ونتك هنا كده، نضغط هنا كده ونضغط هنا كده. زي ما انتم شايفين الملف اختفى معانا اهو، مفيش ملف اصلا. هنيجي لفتح الملف تاني، هنتك هنا، هنضغط هنا. زي ما انتم شايفين فتح لنا الملف تاني اهوت. نضغط هنا لاخفاء الملف، ونضغط هنا لاظهار الملف، ماشي. وبعد كده بعد ما نعمل الشغل اللي احنا عاوزينه على البرنامج هنقفل كده. ولو حبينا نفتحه تاني هيكون البرنامج على سطح المكتب، هنتك على دبل كليك، وهيطلب منا الباسورد اللي احنا حطيناه اول ما البرنامج خلص تثبيت. على سبيل المثال اهو الباسورد اللي انا حطيته ادي واحد، وبعد كده نتك اوكي. ان الباسورد دوت اللي بيخفي الملفات وبيظهرها، يعني مفيش اي بني ادم هيعرف ان انت خافي ملفات او ظاهرها بالنيابة عن الباسورد اللي معاك دوت. يعني مثلا على سبيل المثال لو جه حد انت خافي مثلا ملف مثلا زي دوت مثلا كده، وجه حد تاني عاوز يفتحه، مش هعرف يفتحه الا بالباسورد اللي انت دخلته للبرنامج. وبكده يا جماعه يكون شرح اليوم بتاعنا النهارده ان شاء الله انتهى. ولا تنسوا تتابعوا الشروحات الماضيه من هنا ومن هنا. ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب للفيديو من هنا. ولا تنسوا تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك من هنا. ولا تنسوا تتابعونا على صفحات التواصل الاجتماعي من هنا.
موقع المصري معلوميات، وعلى قناتي على اليوتيوب خالد المصري، وعلى صفحتي على الفيسبوك عيون التكنولوجيا، وعلى تويتر خالد المصري، وعلى جوجل بلس خالد المصري. وفي النهاية ألقاكم في شرح جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.